السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هانيا صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. نتوما وعائلاتكم ووليداتكم معز عليكم يا ربي، تبعد علينا وعليكم شر الخلق، ويا ربي تيسر لكم أموركم، يا ربي تفرج همومكم إن شاء الله يا سيدي يا ربي، نتوما وجميع المسلمين كافة أجمعين إن شاء الله يا ربي. يا ربي تقبل مني الدعوة ليا وليكم ولينا كاملين. شكرا لكم بزاف المتتبعين العزاز الغاليين على التعاليق ديالكم زوينه، شكرا لكم بزاف الناس اللي كتسول فيا، شكرا لكم بزاف الناس اللي كتخلي لي تعاليق واللي كتبع معايا المشاهده. الله يجعلك في ميزان حسناتك، والله يوقف معاك، والله يسر لك الامور، والله يخطيكم العزاز الغاليين. في الحقيقه الله سبحانه وتعالى تيبغيني وعطاني واحد الناس اللي هما بحالكم، تيخافوا عليا وتيبغيو ليا الخير من بعد ما كنت طحت ديك الطيحه الخانزه، وطحت مع المتشردات ومع المسخات ومع العاهرات اللي درت فيهم الثقه ودخلتهم لداري وكبرت لهم الشان وكبرت لهم البعره ورديتهم ناس وسكنتهم في مكناس. اخوتي المتتبعين، شاركوا معايا الطعام بعد ما هذوك الناس ما كيعرفوش شنو هو الطعام اللي يوقف لهم ان شاء الله في الركابي، واللي يعطيهم ان شاء الله شي حاجه فاش غادي يبقاو خايدين فيها حياتهم كامله. هاد الناس اخوتي صحاب القنوات ما عندهمش شي حاجه سميتها يا مرحميني، كيعرفوا غير تندخل المشاهده. المهم هو اننا نديروا الفضائح ونديروا الشهى باش نطلعوا القنوات ديالنا. للاسف انا واحد الوقيته كنت يعني تبعت واحد العائله ولا ضمنت مع واحد العائله بعد ما قلت لكم، وربي اللي كان عالي وعلم انني دوك الناس تبعتهم يعني ضمنت معهم. من قلبي كنت امنت بالقصه ديالهم، انهم ساكن مظلومين، انهم محقورين، انهم تعدوا القنوات، انهم بزاف ديال الحوايج كتلقى لهم المبرر من دماغي. انا ما كنتش كنفكر بعقلي، كنت كنفكر بالعاطفه بقلبي، انهم لدرجه انني كنت كنبكي على دوك الناس ومرت عينيا ومرت تحتي من بعد ما عقلوش عليا. وما اش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله، عمرهم حتى بارطاجاوني ولا سولوا فيا ولا فولادين بعد الاعتقال ديالي. وهذا الشيء نتوما كنتوا عارفين اخوتي المتتبعين، تبارك الله راكم واعيين وقاريين، الله يكملكم بعقلكم. المهم اخوتي المتتبعين، دابا هذا حاليا دابا الدجال اللي راه نايضه اللي وليت انا بعدا اللي اكتشفت من هذه القضيه هذه، الناس عزاز عليها الفضيحه، وبنادم داير واحد الكارثه في حياته وعايش في حياته. شنو نقول لك، شي حاجه اللي كنحشموا بها، الفساد، العهر، حاشاكم تقواديت وهذا والسحر والشعوذه والفساد، المهم بالعلاني يعني ماشي مستورين. وعاد مازال كيخرجوا هاد الناس ومازال كيعري وجههم، قال كيخرجوا امام المغاربه وتيهضروا تيتكلموا تتقول لك انا مرا مغربيه، انا ما عرفتش انا هادي واش عندها شي كماره علاش كتحشم، واش عندها شي عقل ولا ما كتكسبوش. حنا لما تنقولوا المراه المغربيه الشريفه العفيفه اللي جالسه في دارها ومستوره وحاضنه على عائلتها وعلى ولادها، وحتى لو ما كانش عندها الاولاد ولا ما كانش يعني مازال ما مزوجاش، ولكن كتكون عندها كرامه وكتخاف على الشخصيه ديالها وكتخاف على المستقبل ديالها وعلى كلام الناس اللي كيبقى دائما بلاكه لاصق لك على ظهرك. شفت هاد الناس اخوتي عندهم عادي واخا تيتقال لهم داك الكلام كيفتخروا براسهم، مازال كيخرجوا وكيتسنطحوا بحال المتشرده وبنت اخوتي المتتبعين، لدرجه ان السم والحقد عملها العينين، ما كتحملش في اختها الشعراء، ما كتحملش بنات اختها، لدرجه انها خلقت الفتنه والمشكل ما بين البدويه وما بين القرويه. وللاسف بجوجهم لا القرويه ولا البدويه ماشي ديال المشاكل. للاسف هاد المتشرده هذه اللي كبر فيها السم والحقد والكراهيه داخل ديالها، اللي انا هاد السيده هذه كنعرفها من شحال هذه، انها شهدت شهاده الزور في عباد الله، انها تنمرت على عباد الله، انها كتمشي للديور ديال عباد الله كتسجلهم وكتصورهم، كتاكل مع المراه في الطبسيل وكتسجلها وكتصيفط للقنوات. بعد ما نقات ليها الصيبان ونقات ليها الشيب ونقات ليها العفن وحيدات ليها المشق من رجليها وحيدات ليها الزغوبات اللي كان عندها المستاج مقرقبه السنان فم السريمه. اخوتي المتتبعين، عمرها ما عقلت على الخير، لانها ماشي بنت الخير وما كابراش فيه. كانت كبرت مسكينه مجلوقه من دار لدار وكبر فيها داك الشيء وكملاتها وجملاتها بعد ما ضربت الحبس على الفساد، بعد ما كانت في الخبازات اخوتي المتتبعين تمارس، كانت عندها دار الدعاره والقواده. هاد المسخه اي واحد عنده الفلوس غادي تتبعو وتبيع اي حاجه، انها ما تعلمتش كتخدم بكتافها بالحلال وكتجيبها بالحلال فين ما بغات تكون كتخدم بصحتها وهذا وكتجيبها، لا ولفت كتجيبها بالحرام، لان ما يمكنش يجي شي واحد
غيعطيك شي حاجه بدون مقابل اخوتي المتتبعين، لان كلشي راه باين وواضح. انسانه كانت كتبيع لحمها وكانت كتاجر، فعباد الله كتبيع وتشري فيهم، كتلاقى شي مع شي ما كانتش كتعرف الله سبحانه وتعالى شنو تيقول في هذا الكلام هذا، ولا ما كانتش كتعرف راسها شنو كانت كدير، لانها البليه كانت مسلطه عليها، الله يعفو عليها. المهم اخوتي المتتبعين، دابا ما بقاش عندنا غير المتشرده مقرقبه السنان العاهره حاشاكم الوسخه، ولات عندنا العاهره وبنتها المتشرده ملصقه السنان، رابحه الحول العاهره اللي مشات حارقه في صنادق دلتشين، المسخه المعفونه الخامجه اللي غاديه في الكفر بنت الكلبه. دابا اخوتي المتتبعين، بعد ما كانت كتحسس براسها انها متزوجه وكتبات في نصاصات الليل شاده الرجل على مرته وعلى ولادو، سعيد ولد الغربه ولا سيمو تركيا، كتبات شاده مع مهرد الناب، كتخرج مسقه دوك جوج زغبات، كتلمس وكتحول في دوك العينين، كيسحب لها زعما دارت شي حاجه مهمه في البلاد، بعد ما كان عندها اغتصاب سابقا وسترتها مرت خالها وغطات عليها. هاد السلعه اللي عندهم اخوتي المتتبعين، زينه المحارم مشات لهم في الدم، وما تيحشموا وما تيخافوا، ومازال كتخرج كتسنطح وكتطلع على رجال، مرا مسنه وشيبانيه في داك اللاج، تمشي تدخل سوق راسها وتمشي تقابل اللي خلقها، ولكن للاسف عمرها ما عرفت القبله فين جات. انا فايت لي استقبلتها في داري يومين، هي عندي قسما بالله خوتي، يا دار الوضوء ما دخلت ليها، ولا عرفت الزربيه، سولت على الزربيه فين جات. هاد الانسان عدم التقرب من الله سبحانه وتعالى خلى المتشرده غادي تحمق وغادي تهبل، اللي لقاتو قدامها كتعضو بدوك السنان المقرقبين. ولكن ما خافيه كان اعظم اخوتي المتتبعين لهاد السلعه المشوهه، لان قالك لي ما فيه خير في عائلته وحبابه ما فيش الخير مع الناس. هاد السيده عائله ديالها كلها ضربات فيها لا بالرجال ولا بالعيالات ولا بنات خوها اللي دمها ولحمها، عراتهم وشوهاتهم وضربات فيهم. للاسف الشديد حنا كيسحابنا العمامات والخالات كيجمعوا الى لقاو ما يجمعوا، ماشي كيخرجوا كيفضحوا وكيشوهوا وكيدمروا بحال اللي دارت المتشرده مقرقبه السنان. هذه هي الحقيقه للاسف الشديد. المهم اخوتي المتتبعين، المتشرده وبنتها كيخصك ضروري تخرج تجاوبهم، ما تقابلتاش خور، خصنا نقابلهم غير هما، خصك تجاوبيها باش خور تجاوب معاك، حيت هما مولفين بالمشاطيه والعافيه. ومسات واقيلا انا بغيت نعرف المتشرده، بغيتكم تكتبوا لها تعاليق، فكروها، قول لها ملي كنتي كتسرقي البيجامات مسلوكه ودائما كانوا كيهجموا عليك الجيران الباب، يا السعايه يا النصابه يا السراقه يا الباترونه، يا الباترونه يا المسخه يا المتشرده اللي مازال كتجبدي لاك وبنت سيدك اختك البدويه وبنات اختك البدويه والزوجه ديال سعيد ولد الغربه اللي في الحقيقه ما كتبانش في اليوتيوب. عمرك حياتك كامله يا طريقت من ولاد الحرام، يا الشماتين مقرقبه السنان يا السكيريه يا المسخه يا الفاسقه يا العاهره، عمرك ما غادي تلحقي داك المراه الشريفه العفيفه اللي ما كتبانش في مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي بحال كالشيبانيه نشران وضرك عمرين بالشيب، الشعر ديالك عمر بالشيب وانت كتعري في اللايفات وفي الفيديوهات، بعد ما نهار المحكمه كنتي تلحيتي على السيد على حجره وما حشمتي ما عرقتي، وانت شيبانيه في هذا السن هذا. ربي نزل عليك غضب الله ونزل عليك السخط ونزل عليك النحس اللي شبعانه سخط من عند والديك، وكان فيك الخير كاع ما تخلي الاب ديالك مسكين الله يرحمه والي برحمه الله ما نحسدوش بها انه ينتحر، لان اللي عنده بنت بحالك انت ماشي غينتحر مسكين، الله يكون ليه في العون قسما بالله. الهلا يكتبها علينا ولا على شي حد كنعرفوه ولا عليكم المتتبعين الزوينين، اننا شي يوم من الايام تكون عندنا شي بنت بحال المتشرده مقرقبه السنان الشارفه الشيبانيه اللي وصلت واحد اللاج ومازال عندها دار الدعاره فاس، ومازال فاتحه الباب ديالها ديما محلوله، غير اللي كيجي كيدفع الباب وكيدخل. ادخل يا مبارك بحمارك يا المتشرده اللي ما لقى فين يمشي يقضي الغرض كيجي عندها هي. شنقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله، نعلت الله وعلكت الغدا قدام الله. المتشرده وبنت المتشرده اللي مازال كتخرج ومازال كتشرقي فمك وكتهضري، في الحقيقه جات لالاك الشيفوره حدات لك السرعه، جات لالاك الشيفوره حدات لك السرعه، وغادي نخليك ان شاء الله بحول الله نهار تحطي رجلك في الديوانه تجي داخله المغرب غادي نجيبك معتقله، ما غاديش تجي على رجلك ان شاء الله بحول الله. وعقلي على هذا الفيديو مزيان، الا دخلتي للمغرب وما قرقبوش عليك فين ما شتي الشيفوره دفلي عليها، حيت حنا كنخدموا الواقع ماشي في المواقع.
فهمتي يا بنت المتشرده يا الكلبه؟ غازال نخليك تبقى ان شاء الله تركعي، نخليك غادا وكتبولي وكتهزي الحجره وتقولي شنو تحتها، تبوسي اليدين ورجلي والله يا بوك لا سمحت لك. الا ما مرمتك يا بنت العاهره يا بنت المسخه يا بنت المتشرده يا الفاسقه يا العاهره يا القواده يا بنت القواده يا بنت السلقوطه اللي سقتي في الرجال بعدي ما الرجال راهم مجوجين بولادهم، سيري كوني تحشميه قليتي الترابي اللي ما مربيه شارب بحال حوله. فهمتي كيفاش؟ ان شاء الله يا ربي غادي نخليك اشعار المونيكا يا القرعه يا المشقيه يا بنت القواده، نخليك البت امك تركعي عند رجليا تبوسي الرجلين وتمناي 700 الف مره انني نسمح لك وما نسمحلكش. غادي نمرمدك ديال بصح، غادي نمرمدك ديال بصح. ايوا نتحداك حتى رجلك هزي ساقك ولبسي داك لبسي داك الكاسكيطه ديال القوادات والكلبات بحالك المسخه السعايه ديال هيه، هزي ساقك واجي داخله للمغرب وتشوفي كلبه امك الا ما يقرقبوا عليك. هزي ساقك واجي للمغرب الا كنعرفك لاله مولاتي وبنت المتشرده مقرقبه السنان. داكشي اللي كتقولي لسعيد وسيمو تركيا غادي تخلصيه ان شاء الله. قالك داكشي اللي كلاتو المعزه في الجبل اللي كلاتو في لوطا غادي تخلصو في الجبل، هي دابا ديالك انتي المسخه يا المخموجه ديال عباد الله يا بنت العاهره يا بنت القواده. فهمتي كيفاش؟ انا كلبه امك ندير امك مذكرات بحث نخليك كتحماقي وكتضربي بالحجر وكتنتفي بدوك الزغيبات يا راه بحال حوله يا المتشرده يا الكلبه. فهمتي كيفاش؟ نخليك تضربي بالحجر لانك واحد الحريميه منك، لان امك جابتك من الفساد. امك وحده وباك 77 واحد مسكينه ما عرفت منين لقطاتك. وقع الام ديالك ما وقع القطه الفرنساويه، انها شي ليله مسكينه كانت سكرانه الله اعلم بعلامات الحق، هو سكرانه ولا مقرقبه حتى شدا شي واحد مسكينه الله يستركم عارفين الخبر في راسكم، لقات راسها حامله ما لقات مسكينه المنطلق هاد الخريه اللي طلعت على وجهها. ايوا خلاتك هكاك. سمعتي كيفاش؟ اللي ما عارفه لا جدك ولا طاسيتك، اللي ما عندك لا ما عندكش الطاسيله وما عندكش التركيه الملقطه، حيت الملقط هكا تيكون حسبي الله ونعم الوكيل. سمعتي يا بنت المتشرده المسخه؟ وانا قلت لك انا تحداك انا كنديرك في هذا الفيديو، لا انت ولا القويويده ديال امك اللي كتسبسي هاد الرجاليه المسخه يا السعايه اللي كنتي كتسعي بامك اللي دارت موت حمر من بعد ما دخلت بعد ما كورت تريبورت وكنت جالسه غير في شي جهه وحده بداك الاكرور اللي عندها عوج بداك الباليزه اللي حاسه بها اللي طالعه بها في السما ولا في الصباط غنس في عند رجليها. يا الملقطه اللي كنتي عينك في الزروالي، يا الملقطه اللي كنتي كتباتي تحكي على الزروالي ساعه ما داش فيك الولد قد في التالي ولادك الشرفه اللي سامح فيك ولدك المتشرده. ويلي صلحي مشتك مع ولدك وبعدي من المشاكل الشيبانيه المدوده المدلوله يا المخموجه ديال عباد الله يا قليله الترابي يا العاهره يا الباترونه اللي عطيتينا غير العور في هذيك في هاد البلاد. نعلط الله وعليك حتى الغدا قدام الله. انا تنقول لك سمحوا لي شكون اللي كيصون عليا يا المتشرده يا قليله الترابي. نعلط الله وعليك حتى الغدا قدام الله. الله يتبعك البلا يا الخامجه يا المسخه انت يا بنت المسخه يا بنت الملقطه يا القواده يا خائنات الزوج ديالك يا بنت الباترونه يا بنت الكلبه يا بنت المسخه مقرقبه السنان يا بنت المصيبنه يا بنت المصديه يا بنت السيده يا بنت القرده يا بنت السكيريه يا بنت مولات الكلام ولا الطابه يا الخنزه اللي خنزات القنيطره الخبازات خنزاتها وعاد دابا جات الفاس جلست عوج القزيبه اللي شاده الشيباني الخانز بيا على اللبن مجلسه معاها الشيباني مهدوم الفم قليل الترابي ولد العاهره حتى هو براسو اللي سمح في مراته مشى جلس مع الشيبانيه المدوده كيديماري لها الموتور. نعلة الله وعليك الغدا قدام الله يا بنت المتشرده. القادم صادم كلبه امك ما بقاتش في الهضره بلا بلا في الفيديوهات ولا ماني يحرك ساكنين كاع ما كتهولي فينا حتى شعره. مصيبه الكحله انهم كانوا رجال تيباتوا قصرين عليك مدوزين بك الليل، عيالاتهم ناعسين ومرتاحين وهما مدوزين بك الليل مقصرين بك يا الصقعه. الصقعه ياك الصقعه ضحكوا عليك ودوزوا بك الوقت والله العظيم كنتي تصور عليا انا وتصيفطيهم لعباد الله ويشوفوا لك بزازك ويشوفوا لك مؤخرتك ويشوفوا لك مصيبتك يا المتشرده يا بنت المتشرده يا السلقوطه. الناس فيها دوده وانتم فيكم الحنوشه السلعه مدودين. شوف لك شي طبيب قال لك داك الحنش اللي راه محشي فيك كنتي جالسه تقلبي على الرجال تقيلي تنغري يا بنت الكلبه يا راه بحال حوله. ايوا كلبه امك الا ما نمرمتش بك المحاكم فين ما شتي شاف راه بصقي عليها. ايوا المتتبعين زوين خليتكم الراحه والتيسير وراحه البال والله يخليكم العزيز الغاليين والله يعطيكم من وتف خاطركم والله يسر لكم اموركم.
وما تنسوناش من لايكات. الله يجزاكم في ميزان حسناتكم، والله يخطيكم، وتحياتي لكم.